الفترة اللي فاتت جات لنا كومنتس كتيرة ورسائل كتيرة سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب، كلها كانت بتتكلم إن بعد عملية تثبيت الفقرات أو بعد الإصابة بالنخاع الشوكي هل أبدأ علاج طبيعي على طول بعد العملية ولا استنى شوية؟ وإيه دور العلاج الطبيعي معايا في المرحلة الأولية اللي بعد العملية على طول؟ هو ده موضوعنا في الفيديو بتاع النهاردة، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لينا. زي ما احنا لسه كنا بنتكلم إن موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة هو العلاج الطبيعي بعد العملية مباشرة أو بعد عملية تثبيت الفقرات. هل أبدأه على طول ولا استنى شوية؟ هل المفروض إن أنا أدخل في برنامج علاج طبيعي وأدخل فيه وأبدأ أشتغل وأدوس على نفسي جامد وهجيب نتيجة، ولا إن أنا المفروض استنى شوية وهي هتبقى نفس النتيجة لو أنا دوست على نفسي؟ طيب تعالوا نتكلم كده واحدة واحدة ونقول إيه اللي ممكن يحصل. اول حاجه، لا قدر الله بعد الحادثه حصل ضرر في النخاع الشوكي نتيجه كسر في الفقرات، وما دام في كسر في الفقرات يبقى انا لازم اثبت الفقرات دي. غالبا بندخل العمليه في نفس اليوم او بعدها بيوم، وبيدخل الدكتور يثبت الفقرات على حسب طبعا كام ليفل او حسب الاصابه كانت جايه في كام فقره، فبيبدا يثبتها بشرايح ومسامير، بيعملها حاجه اسمها كيج او قفص، بيبدأ يثبت الفقرات دي وبالتالي يمنع ضغط الفقرات دي على النخاع الشوكي، وبالتالي يمنع تهتك النخاع الشوكي. ان احنا لو سيبنا الفقرات دي موجودة فهي هتبقى عاملة زي السكينة رايحة جاية في النخاع الشوكي تقطع فيه. فهو كده ثبتها وثبت جواها النخاع الشوكي وقال لنا انا كده عملت كل اللي عليا والدنيا كده تمام، اتفضل بقى هنبدأ علاج طبيعي. يجي دكتور العلاج الطبيعي يشوف هل ان احنا نبدأ دلوقتي ولا لا. خلينا نتكلم ان احنا في اول فترة او اول ما اخرج من العملية لازم في الاول اخد رأي الدكتور بتاعي، الدكتور الجراحة اللي عمل لي عملية، هل ان انا الدنيا دلوقتي ستيبل جوه ولا لا. ليه؟ لان الدكتور ده هو اكتر حد هيبقى فاهم اساسا العملية بتاعتك، لان هو اللي فتح وهو اللي حط الماتيريالز بتاعته او البليت والسكرو او الشرايح والمسامير بتاعتنا جوه النخاع الشوكي او جوه او جوه العمود الفقري بتاعنا. طيب بعد ما خدنا رأي الدكتور ده غالبا هو هيقول لك هتبدأ علاج طبيعي بسيط شوية، بمعنى ان انت مش هتدوس على نفسك شوية. هنبدأ نشوف دكتور العلاج الطبيعي وهيجي لنا دكتور العلاج الطبيعي. طيب ايه دور العلاج الطبيعي بقى في المرحلة دي، او ايه الحاجات اللي هو ممكن يعملها لي في الفترة دي؟ تعالوا نشوف. طيب دور العلاج الطبيعي عندنا بيتقسم لثلاث حاجات، او هو اهميته تعتبر ثلاث حاجات عندنا. اول حاجة فيهم هو ان هو بيمنع حاجة اسمها ديورال تنشن، بمعنى ان هو بيقلل التنشن على الاعصاب اللي موجوده بعد عمليه تثبيت الفقرات. يعني انا دلوقتي دخلت وفتحت العمود الفقري بتاعي وعملت بشرايح ومسامير وعملت كل الكلام ده، كل الكلام ده بيعمل لي تنشن على الاعصاب جوه، ولما بيتعمل تنشن على الاعصاب دي بيبدا يظهر معايا تنميل او الم متواصل او الكلام ده كله. فاول دور من ادوار العلاج الطبيعي معايا هو ان هو يمنع الديورال تنشن دي، او ان هو يمنع الضغط العصبي اللي موجود. وده بيمنعها بطرق مختلفة، سواء عن طريق التحريك البسيط للجزء السفلي بتاعنا، ان هو يرفع مثلا الرجل واحدة واحدة ويبدأ ياخد المشط عليك رايح جاي، بحيث ان هو يحرك النيرف نفسه او العصب بتاعي كله على مستوى المشط الرجل لغاية العمود الفقري من تحت. تاني حاجة ممكن العلاج الطبيعي يفيدني بيها في المرحلة دي هو ان هو يحافظ على الكتلة العضلية بتاعتي، لان لقوا يعني الابحاث الجديدة لما اتعملت لقوا ان المعينين بتوعنا لما ما بيعملش علاج طبيعي او ما يعملش اي حاجه تحافظ على الكتله العضليه بتاعته، بتبدا الكتله العضليه دي تضعف خالص، فتلاقي نفسك في خلال مثلا من 15 لشهر، يعني من 15 يوم ل 30 يوم تلاقي اساسا العضلات دي راحت خالص، او هتلاقيها عامله زي الفتله كده، يعني هي كانت العضلات قد كده بدات انها تقل خالص في الوزن بتاعها. طيب دور العلاج الطبيعي بقى ان هو يحافظ على الكتله العضليه دي مستمره، او ان هي جاهزه لغايه ما ربنا يكرم في التحسن، فيبدا الجسم يكون جاهز للاشارات العصبيه اللي هتيجي. طيب هو هيحافظ على الحاجه دي ازاي؟ اول حاجه بالتنبيه الكهربي، ومش اي حد يعرف يعمل التنبيه الكهربي لعيان سباينال كورد انجري او عيان اصابات نخاع شوكي. ليه؟ لان دي ليها كرايتيريا معينه وليها بارامتر معينه وليها اجهزه معينه بتتعمل بيها، فلازم يكون الدكتور اللي حضرتك بتتعامل معاه بيعرف ان هو يشتغل الحته دي كويس وبيعرف ان هو يؤدي الوظيفه بتاعتها كويس. تاني حاجه تمارين يدويه عن طريق ان هو بيحرك الرجل رايح جاي، حاجات بسيطه جدا ممكن اساسا اي حد يعملها، بس طبعا لازم تحت اشراف دكتور، لان الدكتور بيبقى عارف الزوايا اللي هو بيحرك فيها، لان اي غلطه فيها سواء بزياده او بالنقصان هتعمل مشكله معانا في العمليه بعد كده، لان احنا لسه خارجين من عمليه والدنيا عندنا مش احسن حاجه.
تالت واهم حاجه فيهم هم الثلاثه دلوقتي هو دور العلاج الطبيعي، ان هو يمنع معاك القرح او ان هو يعلمك الترانسفير او التنقل في الفتره الاوليه. طبعا كلنا بعد ما بنخرج من العمليه احنا مش قادرين نتحرك اصلا، فبنبقى محتاجين شويه نصايح كده عامه تخلينا نعرف ان احنا نتحرك حتى في السرير، سواء ان انا هقلب نفسي او ان انا لو العمليه عدت عليها فتره كبيره او الدكتور قال لي ان الجرح بتاعي ستيبل او العمليه بتاعتي كويسه وهقوم اقعد، فالدكتور هو اللي هيوجهك او هو اللي هيوريك الطريقه بتاعت القعاد بتاعتك او الجلوس بتاعتك بطريقه صحيحه. هيبدا ان هو يطلعك بره السرير، هيبدا ان هو يعلمك ازاي تنقل نفسك بالجنب والجنب، وكل ده هيمنع عنك اهم حاجه ممكن تحصل في الفتره دي وهي القرح، لان القرحه لو جت هتعمل مشاكل كبيره جدا. واحنا اتكلمنا قبل كده في فيديو كامل عن القرح، ممكن ترجعوا له في التشانل بتاعتنا هنا، كنا بنتكلم على القرح وطريقه تجنبها في اول فتره او حتى في الفترات النهائيه من علاجنا. قبل ما نقفل الفيديو بتاعنا النهارده لازم نقول نصيحه بسيطه شويه. ما نستعجلش ان احنا نشوف الاشعه بتاعتنا وهل انا هتحسن ولا مش هتحسن وهكذا، لان غالبا من اول ما بتعمل عمليه ل 3-4 شهور بعدها بيبقى لو انا عملت MRI اللي هي الرنين المغناطيسي بتاعي بيبقى ضلمه شويه، لان نتيجه العمليه بتاعتي بيحصل تورم جوه او ان الجسم بيبدا يفرز حاجات حوالين النخاع الشوكي بتاعه، فبيخلي الدنيا ضلمه، فمحدش بيشوف اصلا النخاع الشوكي اذا كان هو متواصل ولا مش متصل، ولا الدنيا بتاعته هتروح ناحيه ان هو يتحسن او لا قدر الله مش هيتحسن. فما نستعجلش في النقطه دي، ومن اول بدايه العمليه ومن بعد خروجنا من العمليه نقعد 2-3 نبدا نشتغل علاج طبيعي فيهم واحده واحده ونبدا نتحسن ان شاء الله، وبعد كده نرجع بقى نعمل الرنين بتاعنا ونشوف اذا كنا الاصابه كامله او جزئيه او ان احنا في ليفل A ولا B ولا C والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه في الفيديوهات اللي فاتت. بكده نكون خلصنا معاكم فيديو النهارده اللي اتكلم على اهميه العلاج الطبيعي في الفتره الاوليه من بعد العمليه. مستنيين اي استفسارات او اي اقتراحات ليكم في الكومنتس بتاعتنا، ومستنيين ان انتوا تتواصلوا معانا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. نشوفكم على خير ان شاء الله.